يلا بينا نعمل الكوكتيل العالمي ده. ما ينفعش يفوتك رمضان ويعدي كده من غير ما تعمليه. جميل جدا ولذيذ ومفيد قوي. اول حاجه معايا كده لفه من القمر الدين، هقطعها زي ما انتوا شايفين مكعبات كده بالمقص. ده هيسهل عليا ان هو يدوب بسرعه لما اجي احط ميه سخنه. بقعده بنقعه كده لمده ساعه، وبعد كده بقى ببدا استخدمه. بسيبه بقى في المية السخنة. انا مستخدمة هنا لتر واحد بس، وسايباه على جنب. بعد كده بقى عندي الفواكه المجففة بقطعها كده بالمقص زي ما انتوا شايفين، عشان هي بتنفش، فببدأ ان انا اقطعها قطع صغيرة. وعندي بقى هنا هو التين ومشمشية وقراصية، وكمان البلح الناشف. طعمه بيبقى حلو جدا، وما ينفعش ان انتي ما تعملوش في رمضان، بجد بيبقى ليه طعم تاني في رمضان. عايزه اقول لكم كمان ان تقدروا تحطوا فيه فراوله، ممكن تقدروا كمان تحطوا فيه موز، بيبقى طعمه حلو قوي بالموز. هنا بقى قطعت كل حاجه عندي. بعد كده جبت البلح بتاعي، وبدات ان انا اكسره كده بالشاكوش بتاع المطبخ. تقدروا تكسروه باي حاجه لو مش موجود عندكم الشاكوش، بس تكسيرات بسيطه كده عشان برضو يكون باين في وسط الفواكه المجففه. بعد كده بعد ما بكسره بشيل بقى النوى اللي جواه، وبعد كده بغسله كويس جدا جدا. وبعد كده ببدأ ان انا احطه مع الفواكه المجففة التانية. عندي بقى هنا هو بعد ما الساعة عدت على قمر الدين، هبدأ ان انا احطه في الخلاط عندي عشان اديله ضربة كده، عشان يبقى ناعم معانا كده ومفيهوش اي تكتلات. وحطيت نص كوبايه من السكر عشان يكسر لي مزازه قمر الدين. هسيبه بمنقوع بقى لمده 3 ساعات، وكل ما بيقعد اكتر كل ما بيحلو. لو حابين تحطوا رمان، لو حابين تحطوا فراوله او موز، بيبقى حلو جدا معاه. بس كده. انا كسرت بقى اللون كده بورقتين من النعناع. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وكمان اعملوا سيف عشان يكون موجود عندكم لما